السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم حبايبي، أحلى أخوات وأحلى متابعين في الدنيا. النهاردة بإذن الله بقى شغل الأوردرات الحلويات الشرقية، عشان إن شاء الله داخل علينا شهر رمضان، والحلويات الشرقية دي شغلنا كله هيبقى بيه في رمضان. فيلا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف بقى احنا ازاي هنعملها. النهارده عامله مقدار صغير كده، كان اوردر مش كبير قوي، قلت اطبقه معاكم ونشوف ازاي ان احنا نعمل حلويات شرقيه في يوم واحد. وزي ما احنا شايفين اللهم بارك، الجلاش كل الحاجات دي انا عاملاها باستفاضه على القناه. اللي حابب مثلا يشوف الجلاش بالكريمه هيدخل على القناه في الفيديوهات عندي، هيلاقي الجلاش بالكريمه. ايه اللي محتاج البسبوسه بالمكسرات برضو هيلاقيها عندي، مقدار النص كيلو عندي على القناه. وعامله حلقه برضو مخصصه لاوردرات البسبوسه، اكيد كنتوا شفتوها او اللي لسه ما شافهاش ممكن ينورني ويشوفها. ومعايا برضو الكنافه بالكريمه برضو معموله عندي على القناه بنفس الطريقه وبنفس التكات، انا مطبقاها النهارده في فيديو الاوردرات بتاعتي. طبعا ممكن ان انت تدخلي بلح الشام، الزلابية، اي حاجة مع الحلويات دي، بس انا النهاردة حبيت ان انا اعمل البسبوسة والجلاش والكنافة بس، اللي هي الحلويات المشهورة قوي في شهر رمضان. طبعا محبوبة قوي والنهاردة بقى تكات بسيطة جدا، بتفرقش عن بتاعة المحلات بل وافضل مليون مرة. واكيد اللي طلب مني اوردرات لو بيشوف الفيديو ده عارف ان انا بتكلم بصدق. فعلا الجلاش بالكريمة وهم، والكنافة فظيعة يا جماعة، فظيعة بجد، متماسكة وجميلة قوي ومحمرة بقى وطرية من جوه، يعني هي محمرة بس طرية من جوه. والبسبوسة الله أكبر عليها، شوفي شربت عسلها. أنا طبعا قبل ما ابتدي في الشغل من بالليل طلعت الجلاش بتاعي على الرخامة، محضرة اللبن بتاعي غلياه، العسل بتاعي أنا عاملاه عسل الحلويات ومحضراه بارد من بالليل. كل الحاجات دي أنا مجهزاها قبلها بيوم بالليل. باجي بقى يوم الاوردرات الصبح، ببدأ ان انا اشوف انا مطلوب مني كام كيلو بسبوسة. انا كل كيلو بسبوسة بيطلع معايا 3 كيلو بسبوسة، يعني كل كيلو سميط هتعمليه هيطلع معاكي 3 كيلو بسبوسة، وممكن وربع كمان، 3 كيلو وربع بسبوسة. طيب بالنسبة للجلاش، لفتين الجلاش بيطلعوا معاكي 2 كيلو ونص جلاش بالكريمة، والنص كيلو كنافة بيطلع معاكي كيلو ونص كنافة بالكريمة. خلاص احنا كده عرفنا حبايبي اللي بيسألوا. انا ما مطلوب مني مثلا 2 كيلو كنافة، 2 كيلو بسبوسة، 2 كيلو جلاش، اعرفها ازاي؟ انا قلت لكم بقى تعملوا كمية قد ايه، وشوفي انت بقى مطلوب منك قد ايه وضعف الكمية براحتك. انا طبعا عارفة انا مطلوب مني كمية قد ايه، فانا النهاردة عاملة لفتين جلاش وعامله نص كيلو كنافه. شايفه الكنافه طريه ازاي، بس في نفس الوقت انا هوري لكم قعرها محمره وجميله، يعني متماسكه بس طريه مش ناشفه ولا معضمه. والاطباق بتاعتي انا مجهزاها بتاعت الحلويات الشرقيه، ومعايا ورق الكب كيكس اللي هعبي فيه البسبوسه، والكراسه قدامي بتاعت الحجز. ده شغلك كله تبقي مرتبة كده، ومرتبة يومك ومرتبة شغلك، وكل حاجة جاهزة قدامك. الأسماء عشان ما فيش حد يقع مني قدامي، بأرقام التليفونات والحجز والعناوين، كل حاجة جاهزة قدامي. ببدأ بقى ان انا اعبي، اشوف كل واحد طالب مني نص، طالب مني كيلو، كل واحد بعبيله. بالنسبة للجلاش والكريمة انا بجيب لها الاطباق الشفافة اللي هي زي بتاعة الجبن اللي بتباع في السوبر ماركت الكبيرة وكده. بتجيبي الاطباق الشفافة دي وبتعبي فيها الجلاش بالكريمة، وبتعبي فيها الكنافة. بالنسبة للبسبوسة أنا بصراحة بحب أقيمها شوية، البسبوسة معروف إنها بسبوسة كده في نفسها، فأنا بحب بقى أحطها في الأطباق بتاعتها بتاعت البسبوسة بورق الكب كيكس عشان تبقى شكلها مميز وجميل قوي، وأحسن من المحلات كمان. أنا بقى عايزة أوريكم الكنافة القطعة قد إيه متماسكة، رغم إن هي طرية وشفتوها قد إيه طرية، بس بقى محمرة ومتماسكة، والكريمة من جوه مظبوطة قوي قوي، وعاملينها طعمها غني جدا غني جدا، مش مية بقى زي بتاعت بره، لا. اظن باينه، يعني باينه، شايفه قعرها، شايفه الجمال والحلاوه بتاعت القعر، محمر وجميل مقرمش كده، وفي نفس الوقت برضو طريه. انا بقى بحب اطلع الكنافه كده، والناس بقى اللي بياخدوها مني بيحبوا الموضوع ده قوي، يعني اكتر اللي بيطلبوا مني يقول لي بالله عليك يا مدام نجوى ممكن تحط لنا الطروف، لان الناس دايما بيحبوا الحاجات في الحلويات تكون طريه بس في نفس الوقت كده مقرمشه وجميله، السوا مظبوط بتاعها يعني. خلاص انا بقى بعبي كل الاطباق بتاعتي المطلوبه مني،
وزي ما قلت لك انت بتقعدي بالليل تشوفي مطلوب منك مثلا 5 اوردرات 6 اوردرات، بتبتدي تشوفي محتاجين مثلا 4 كيلو بسبوسة، يبقى انا عارفة ال4 كيلو بسبوسة، عارفة النص كيلو بيطلع معايا كيلو ونص، يبقى انا عارفة ان انا اعمل مثلا مقدارين ونص مثلا بسبوسة. الجلاش برضو انا عارفة ان لفتين الجلاش بيطلعوا معايا 2 كيلو ونص جلاش بالكريمة. خلاص يبقى انا عارفة بقيم انا مطلوب مني كام كيلو، وبناء عليه بعمل لفتين، بعمل 3 لفات. لو انت بتجيبيه طازة انا برضو بشتغل بيه طازة. انا عندي بلدي في لفات، انا بجيب جلاش حلو قوي لفات، وبجيب برضو طازة يدوي، يعني بيجي يدوي كده من عندنا، بيتعمل برضو في في اللي بيعملوا اللي هو الرقاق والحاجات دي، طازة بطازة يوم بيوم يعني. طبعا معاكي بقى الاختيار على حسب المكان اللي انت فيه، وايه إيه المتوفر فيه وايه المتواجد فيه اشتغلي. الصميت بتاع البسبوسة احنا اتكلمنا عليه قبل كده كتير قوي. ضروري ان انت تجيبي الحباية، انضف نوع صميت تجيبيه اسمه صميت دنجل، اسمه دنجل. الصميت ده نوعيته كويسة قوي، لا هو حباية حرشة وبتخلي البسبوسة بتاعتك تتكسر، ولا هي بسبوسة ناعمة بتكتم البسبوسة، لا الحباية بتاعته وسط. وضروري قوي ان انت تعملي له اختبار، تحطي ايدك فيه كده وتدعكي، لو لقيتي ايدك طالعه فيها دقيق واثار اعرفي ان السميد ده نوعيته مش كويسه ونوعيه فرز تاني. ضروري قوي انت تحطي ايدك في السميد يطلع ايدك نظيفه زي ما حطيتيها. خلاص يبقى انا عارفه ان السميد ده نوعيه كويسه، عشان يا جماعه في انواع كتير سميد في السوق مضروبه بيكون فيها تكليها، بتلاقي فيها حاجه كده تحت اسنانك بأز كده او حاجه تحت اسنانك. فضروري ان انت تجيبي خامات كويسة عشان يطلع لك نتيجة كويسة، وعشان تحافظي على زباينك متعودين على نفس الخامات بتاعتك، والجودة بتاعتها ما بتتغيرش. خلاص الكريمة بتاعتي اهي شايفين تماسكها، انا بس حابة اوريكم الكريمة والتماسك بتاعتها فظيعة بجد يعني. زي ما احنا شايفين الصينية نص كيلو طلعت معايا كيلو ونص كنافة زي ما احنا شايفين، اللهم بارك. ودي الاطباق الشفافة اللي انا بقولك تخرجي اوردراتك فيها. شايفين بقى الجلاش بالكريمة يا جماعة مورق لدرجة مش طبيعية. شايفين الجمال، شايفة الكريمة بتاعته من جوه عاملة ازاي، فظيعة فظيعة فظيعة. حقيقي حقيقي اللي بياخد قطعة يقول يعني اللي سلمت لهم الاوردرات بعتوا لي في ساعتها قالوا لي والله يا مدام نجوى احنا بس بنشم ريحة العلب، بنحس بجودة الحاجة، ريحة الحاجة بس. الحمد لله. حافظي على نظافة الحاجة اللي بتشتغليها. انت لو عندك اولاد حاولي بقى ان انت تخرجي اولادك بره خالص، اشتغلي بقى بدون اولاد خالص عشان الشعر وعشان عدم النظافه والقصه دي. لو لبيتك ماشي فرحي اولادك وخليهم يشتغلوا معاكي، لكن طالما الشغل ده طالع لعملاء بره يبقى تطلعي انضف حاجه موجوده وتشتغلي بنظافه، تكوني غاسله ايديك كويس جدا، شعرك ملموم. اليوم ده ما تسرحيش على نفس اللبس، يعني ما تقوميش الصبح تسرحي على نفس اللبس ونفس اللبس تشتغلي بيه، لا اللبس اللي انتي سرحتي بيه غيريه بقى وقت الشغل، غيريه خالص والبسي لبس تاني خالص نظيف ما عليهوش اي شعر ولا اي حاجة، عشان نظافة الشغل بتاعتنا اهم حاجة. النظافة رقم 1، وبعد كده بقية الشغل واحدة واحدة هنتعلموه مع بعض. مفيش ست بيت مش شاطرة، كل واحدة فينا شاطرة في حاجة معينة. دوري انت شاطرة في ايه واشتغلي. لو انت شاطره في الكيكه اعملي. في ستات بيوت على فكره ما لهمش في المطبخ خالص، بس بتقولك انا شاطره قوي بعمل كيكه حلوه قوي. طيب يبقى استغلي النقطه دي، اعملي اوردرات كيكه وبيعيها. وناس كتير قوي ما بتعرفوش تعملوها ومش بتظبط معاهم. لو انت شاطره في العصاير بتعملي عصاير كويس قوي وبتحسي ان هي زي بره، يبقى اشتغلي عصاير وبيعيها بالازايز. يعني شوفي انت شاطره في ايه واشتغلي فيه. الزمن ده يا جماعه محتاج ان احنا نصمد جنب بعض شويه ونساعد بعض شويه. وكل اب بيت يعني الله يكون في عونه مش مكفي البيت، فبلاش نعري اجوازنا في شهر الكريم ده، ونحاول كل واحده هي تفكر ان هي تساعد جوزها ازاي وهي قاعده جوه بيتها معززه مكرمه. انت لا هتخرجي، انا بشتغل جوه بيتي، انا لا بخرج ولا بسلم اوردر ولا بطلع من البيت خالص، انا بشتغل جوه بيتي من غير ما حد يشوفني خالص. والاوردرات الدليفري بياخدها مني يوزعها على الناس، يعني انا لا الناس يعرفوني ولا شافوني ولا انا اعرف اي عميل من العملاء بتوعي. حتى الدائمين معايا واللي بياخدوا مني على طول باستمرار انا ما اعرفش شكلهم ايه، اعرف اساميهم بس. خلاص يعني انت هتشتغلي من جوه بيتك، حتى لو جوزك رافض الشغل نهائي، لا انت هتشتغلي بدون اي اختلاط مع اي حد، لا ست ولا راجل. زي ما احنا شايفين انا بظبط الميزان بتاعي، الاوزان بتاعتي ايه، نص كيلو كيلو على حسب كل طلب مني مطلوب، انا بشتغل الشغل بتاعي.
شايفين قعر الجلاش عامل ازاي والسوا بتاعه حاجة كده اللهم بارك يا جماعة. ومعانا برضو البسبوسة انا بقطعها اهو بوزنها في ورق كب كيكس. شايفين لونها جميل ازاي؟ لونها من جوه فعلا خطير، لونها من جوه زي من بره، مش معجنة بقى ومكتومة من جوه، لا هشة جدا جدا وجميلة قوي. هتعجبك بصراحة قوي. لو يعني انا جربت وصفات بسبوسة كتير 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 فوق ما تتخيلي، بس الوصفة دي لما جربتها بصراحة ما عرفتش اغيرها. وعشان انا كنت بعمل البسبوسة 200 جرام سكر، فواحدة صديقة ليا حبيبتي عبير قالت لي يعني حاساها مسكرة شوية للناس اللي ما بتحبش المسكر قوي. قلت خلاص خلاص، انا اهم حاجة عندي بحب اسمع نصايح اللي قدامي قوي، فانا قللت كمية السكر بتاعتي من 200 جرام. بس ما تقلليش ابدا، شايفة اللون بتاعها يا جماعة فظيع من جوه زي من بره. ما تقلليش ابدا السكر بتاع العسل، عسلك زي ما هو، والعسل الجلوكوز ملهوش دعوة خالص خالص بالسكر، ده تماسك وشغل محلات. انت كل شغلك خليه في السكر بتاع البسبوسه. انا قللت، عملته كام؟ 170 جرام سكر، يعني قللت 30 جرام. ظبطت وبقت مظبوطه للناس اللي ما بتحب المسكر موجود، واللي ما بتحبش المسكر قوي هتلاقيها حلو قوي ليه. شايفين منظر الاطباق؟ طب تعالوا بقى نشوف التسعير بتاعتنا. الجلاش بالكريمه انا بخرج الكيلو ب70 جنيه، البسبوسه بالمكسرات الكيلو ب70 جنيه، ولو عاملاها ساده هيبقى الكيلو ب60 جنيه. الكنافه بالكريمه الكيلو ب70 جنيه. خلاص عرفنا الاسعار. التسعير بتاعتنا بتخرج بكام؟ يعني الطبق ده نص كيلو ب35 جنيه. اظن بقى حاجه تحفه يا جماعه، مفيش احلى من كده. احنا كسبنا بما يرضي الله، وفي نفس الوقت برضو كنا رؤفاء بالناس. ما تغليش قوي وتبالغي قوي في الغلو بتاعك، خدي مكسبك بما يرضي الله عشان ربنا يبارك لك في الموجود، وعلشان الناس تعرف تاكل منك وتدعي لك. احنا في ايام صعبه يا جماعه، فلازم نكسب ونكسب الناس اللي قدامنا كمان باسعارنا الكويسه اللي ان شاء الله ربحانين فيها، وربنا هيبارك في القليل. صدقوني بيعي بالقليل وبرضه اكسبي، بس صدقيني هتكسبي دعاء الناس ليكي، وهتكسبي ان الناس اللي محرومه من الاكل ده تاكله. فيديو سهل وبسيط بقى، ولو عجبك الفيديو بتاعي النهارده وكان سهل وبسيط، ما تنسينيش في لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله. انا برضو بوريكم اهو التغليف بتاعي، حبيت اوريه لكم قبل ما اقفل الفيديو عشان تشوفي طريقه التغليف. انا يا جماعه بتاعه التغليف دي عاملاها يدوي، يعني انا ما عجبنيش خالص بتاعه السوق، كل ما اجيبها تبوظ مني، فعملتها حديد يدوي خالص. شايفين زي ما احنا شايفين دي حديد يدوي عملتها، وبدأت يعني أنا بشتغل من الصفر وبحاجات بدائية خالص في بيتي، مش جايبة حاجات غالية ولا جايبة حاجات عدد وبشتغل بيها. اشتغلي من بيتك وأنا معاكي. أي واحدة محتاجاني في أي مشروع عايزة تشتغل بيه اكتبي لي في كومنتات، وأنا هجاوب على كل أسئلتكم إن شاء الله. ويا رب ارزقكم جميعا من السماء للأرض، وارزقنا وفك الأزمة على الأمة محمد يا رب العالمين. وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.